السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفه كله بيحبها، محدش بيستغنى عنها، ادمان للجميع. عندي الولاد مسمينها الجريمه الكامله، لان هنعمل ورق عنب بطريقه حلوه النهارده هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه مع بعض هننزل بنص ليمونه معصوره وحبه زيت، ده عشان اسلق ورق العنب. ورق العنب ما بيجيش عندنا، ما بيجيش مرصوص، فلازم نجيبه ونرصه فيه في القاهره او كده بيجي مرصوص. فاول حاجه نسلق ورق العنب، حتى لو ورق العنب متخزن في الفريزر يا جماعه لازم يتسلق. في ناس بتطلع ورق العنب من الفريزر للاسف من غير ما تسلقه بتبدا تحشي، فده لا ما ينفعش طبعا، لازم يتسلق. اول حاجه ميه الورق العنب تبقى بتغلي، بعد ما بتغلي ببدا انزلها على النار وابدا اقلب فيها يمين وشمال لحد ما اتاكد ان كل الورق اتسلق. بعد ما اسلقه بحطه في طبق فيه ميه، ده بيبقى جنبي، اللي هو طبق جنبي على البوتاجاز، وبعد كده ببدا اطلع ورق العنب احطه فيه. وبعد كده بروح واخداه على الحوض واغسله كويس جدا. ورق العنب بيبقى لامم رمل كتير وحاجات كتير، فلازم اغسلها كويس. بعد ما اغسلها كويس هبدا بعد كده، بعد ما اغسل ورق العنب كويس هبدا انقعه في ميه، وبعد كده اصفي ميته واغسله كذا مره للتاكيد ان الرمل بتاعه طلع. هنعمل مع بعض بقى، نبدا نسلق اللحمه مع بعض. انا هعمل ورق العنب باللحمه بس بطريقه حلوه قوي هتعجب الكل. اول حاجه نزلت باللحمه بتاعتي اول ما الميه بدات تغلي، وهنا هبدا اشيل الريم او اي ريم او الحاجات اللي بتطلع البيضة اللي بتطلع على وش اللحمة دي لحد ما انضفها كلها. وبعد كده هبدأ احط البهارات بتاعتي. مش هينفع احط بهارات ولا بصل ولا اي حاجة الا اما انضف اي رغاوي بتطلع من اللحم. البهارات بتاعتي دايما زي ما انتوا عارفين ان انا بحط جنزبيل وبهارات لحمة وفلفل اسمر. بهارات اللحمه زي ما انتوا عارفين احنا قلتها لكم قبل كده كذا مره. خلاص هسيب اللحمه بتاعتي اول ما تاخد غلوه هوطي عليها، هديها تلت سوا بس مش اكتر من كده. شوف بقى هنعمل صلصتنا ازاي. اللي موجود في الطبق دوت دي صلصه. انا كنت على طول، انتوا عارفين ان احنا بنخزن الصلصه على طول، وعملناها مع بعض. اول حاجه جبت بصلتين مبشورين ناعمين او مضروبين في الكبه، ونزلت عليهم بالبصل بتاعي بعد ما البصل داب شويه او دبل شويه. مش هخليه يتحمر خالص لان انا عايزاه نيف ني. هبدا انزل بالطماطم بتاعته زي ما قلنا. الصلصه بتاعتي اللي انا عاملاها دايما وانا بعملها بحط عليها معلقه سكر علشان ما تعملش ما تتعبش المعده او ما تعملش حرقان للمعده. الصلصه بتاعتي انا هديها غلوتين بس لان هي كده كده اوريدي كانت متسبكه. البهارات اللي انا هحطها على المحشي لازم احط على محشي ورق العنب نعناع. استحاله اعمل محشي ورق عنب من غير نعناع. هحط نعناع وجنزبيل وفلفل اسمر وملح، وبحط سنة كمون. انا بصراحة بحب احط الكمون على المحشي. وهحط كمان كزبرة وشبت وبقدونس على قد ما تحبي. انا بحب اكتر الخضرة قوي في المحشي علشان يعني ما اخدش كمية رز كبيرة عشان اكل براحتي. بالنسبة ده كمان للناس اللي عاملين دايت. هبدأ اخلط المكونات بتاعتها، وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل احلى حلة ورق عنب ازاي. ممكن تعمليها في الحلة او في الطاجن. اول حاجة انا حطيت طبقة ورق عنب من تحت اللي هي ايه ارضية الحلة، وانزل بحلقات بصل وحلقات ليمون وحلقات طماطم. هنعمل فكرة الطاجن بالظبط بس في الحلة. ممكن تعمليها في الطاجن عادي مفيش مشاكل. ممكن تعملي نفس الفكرة مع الكوارع برضو، هتدي الكوارع نص سلقة وبتبدأي تحطيها ترصيها مع ورق العنب. بصراحة جربيها هتلاقيها روعة. رصيت اللحمة بتاعتي وهبدأ ارص ورق العنب. يا جماعة كلكم شاطرين واشطر مني بكتير وما شاء الله عليكم، بس الفيديوهات يعني انا عندي ناس مبتدئة كتير متابعين ليا، فلازم اشرح بالتفصيل عشان يعرفوا يعملوا الفيديوهات ازاي او الوصفات ازاي. تمام. الورق العنب زي ما انتم شايفين مرصوص تحفة، شكله روعة. الطاجن او الحلة شكلها بجد مغري جدا. هنبدأ نحط الشوربة بتاعتي. انا مش هحط صلصة مع الشوربة، هكتفي بالشوربة بس. والشوربة كمان سبب من اسباب ان انا سلقت اللحمة ان انا محتاجة شوربة. كان ممكن اديها تشويحة بس واحطها كمان في قعر الحلة زي ما عملت كده وهي متشوحة بس من غير ما تتسلق، بس كمان عشان انا محتاجة شوربة. هنزل كمان بحبة زيت مع ورق العنب. ممكن تعصري كمان ليمونة لو انت عايزاه حامض قوي، بس جربيه بجد هيطلع روعة. الرصة ما تفكتش ولا اتبهدلت ولا الورقه نفسها الصبع نفسه اتفك ولا حاجه، بجد روعه وكان طعمه تحفه وعجب كل من اكل. زي ما انتم شايفين كده حلقه البصل زي ما هي والطماطم وكل حاجه بجد كان طعمه روعه.
جربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم. في نهاية الفيديو اقول ما تنسونيش في لايك كتير وشير كتير عشان يستفاد اكبر عدد ممكن من فيديوهاتنا. وطبعا بشكر كل اللي داعميني وكل اللي واقفين جنبي، وعايزة اقول نسبة 99% من اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي مش عاملين متابعة للصفحة، فاوصيكم بالمتابعة والشير واللايك عشان الفيديوهات تنتشر كتير. كان معاكم شيف نجوى الحوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.